طريقة مختلفة للجيلي بطريقة سهلة جدا وطعمها تحفة، هترطب على قلبكم في الحر ده. يلا بينا. اول حاجة هحتاج 2 باكت من الجيلي الفراولة، وبعدين هضيف عليه كوباية من المية المغلية وهقلب كويس قوي لغاية ما اتأكد ان كله داب مع بعض. وبعدين هضيف تلتين كوباية مية تكون متلجة وهقلب بقى كله مع بعض واسيبها بقى على جنب لغاية ما احضر الكريمة. هحتاج كوباية من الكريم الشانتيه وربع كوباية من السكر البودرة وكمان كوباية الا ربع من الحليب وتكون ساقعة. هخفق بقى الكريمة وبعدين هبدأ أضيف الجيلي اللي احنا كنا عاملينه بالتدريج لغاية ما أوصل لقوام يكون مش خفيف قوي ولا برضو تقيل، يعني هو ده القوام المظبوط. هحضر بقى الكاسات أو الحاجة اللي هتقدمه فيه، وهبدأ بقى أصب الخليط ده تلتين الكاس كده، وبعدين هدخلها بقى التلاجة لغاية ما القوام يتماسك تماما. هحضر الطبقة التانية، هتبقى عبارة عن باكت واحد من جيلي وكوباية من المياه المغلية وهقلب كويس لغاية ما كله يدوب تماما. وبعدين هضيف كوباية من المياه المتلجة وهقلب كويس، وهكون مقطعة موز، ممكن لو بتحبوا اي نوع تاني من الفاكهة تقطعوها. وده بعد ما طلعتها من التلاجة والقوام بقى متماسك جدا، هضيف بقى الموز وبعدين هضيف الطبقة التانية من الجيلي. بعد بقى ما اخلص الكمية بتاعتي كلها هسيبها بقى في التلاجة اقل حاجة 4 ساعات لغاية ما القوام يتماسك تماما. بجد طعمها تحفة، لازم تجربوها. قولولي ايه رأيكم. الف هنا.